هنا يرقد المرحوم الرحالة الفقيه القاضي العالم المؤرخ ابن بطوطة. لاحظوا الفرق في الأسماء، لم يكن رحالة فقط. عشان تكون رحالة لازم تكون عالم بمجموعة معلومات كبيرة جدا، وعشان تكون رحالة بترصد أشياء وأحداث كثيرة جدا. يعني أنت تؤرخ للعصر الذي أنت فيه، أنت تؤرخ الأحداث التي تحدث في هذا المكان والتي تحدث في هذا المكان. فأي رحالة على مستوى صحيح لابد أن يكون مؤرخا، وإذا كان رحالة ومؤرخا فسيكون عنده من العلم والمعلومات ما يكفي أن نسميه فقيه وقاضي. لاحظوا المناسبة أو الظروف اللطيفة، اسمه محمد ابن عبد الله، نفس الاسم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يرقد الرحالة محمد ابن عبد الله، اتولد سنة 1304، يعني دلوقتي بقاله حوالي تقريبا 700 سنة. أنا هعمل مقارنة بسيطة طبعا مع الفارق ومع احتفاظ بالألقاب. طبعا هذا هو الأستاذ الكبير، هذا الذي أنشأ في بلاد المسلمين وفي البلاد بتاعتنا فكرة الرحالة. يعني إيه رحالة؟ يعني إيه راجل يجيب المعلومات من كل العالم، يأخذ يتعلم العلم ويعلمه. وإحنا عارفين خيركم إيه من تعلم العلم وعلمه. الرحالة ما بيعملش أي حاجة أكتر من كده، هو بيتعلم من كل مكان ومن كل حتة بيروحها وبينقل العلم للناس التانيين. ابن بطوطة بدأ الرحلة بتاعته كان عنده 21 سنة. أنا مع الفارق، أنا بعترف هو الأستاذ. أنا بدأت رحلتي وأنا عندي 27 سنة وغادرت مصر. هو بدأ قبلي ب6 سنين. هو الرحلة بتاعته امتدت 25 سنة. أنا الرحلة بتاعتي دلوقتي وصلت 35 سنة. أنا بقالي 35 سنة سايب مصر ومن بلاد الله لخلق الله. مع الفارق الأول حتى لا أحد يفهمني غلط، أنا بس بعمل مقارنة خفيفة، لأن في أيامه كان التنقل صعب وبالجمال والمشي. أنا دلوقتي في طيارة وفي مراكب، فالفارق كبير. حتى لو كنت عدد البلاد اللي أنا رحتها أكتر منه، لكن يبقى هو الأستاذ ويبقى هو المعلم الذي علمنا كلنا، ونفتخر بالانتساب إليه، وأفتخر بأنهم ينسبون أو يعطوني لقب ابن بطوطة المصري. ابن بطوطة سافر بلاد كتيرة جدا، المغرب، مصر، السودان، الحجاز، العراق، فارس، اليمن، عمان كانت دولة كبيرة جدا لا تنسى ذلك، البحرين، تركستان، الهند والصين والتتار، وطبعا دمشق وما أدراك ما دمشق. وألف بعدها الكتاب بتاعه اللي سماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. أنا ألفت الكتاب بتاعي وسميته الرحالة والغابة مع الفارق. ابن بطوطة في عهده هو لم يكتب كتابه بنفسه، هو ملى كتابه لابن الجوزي اللي هو كتب هذا الكتاب. أنا كتبت الكتاب بتاعي بنفسي، سميته الرحالة والغابة، في 500 صفحة، وبوصف فيه بس جزء من رحلاتي. ابن بطوطة وهو راجع فات على دمشق سنة 1348، يعني كان عنده تقريبا 44 سنة. لا حول الله لا حول الله. عندما كان ابن بطوطة في دمشق كان هناك مرض الطاعون القاتل، وأنا كان نفسي أروح دمشق وحتى الآن لم أذهب إليها. دمشق يا ابن بطوطة فيها دلوقتي ما هو أكتر من الطاعون للأسف الشديد. دمشق فيها الناس بيقتلوا بعض، فيها الإخوة بيقتلوا بعض. دمشق وقعت في الفتنة، والفتنة أكبر من الطاعون. إن شاء الله ربنا يفكها على سوريا عشان أروح وأعمل نفس اللي عمله ابن بطوطة في دمشق. ابن بطوطة راح سريلانكا وصعد هناك ما يسمى بجبل آدم، الجبل الذي يقال إن آدم عندما هبط من السماء أول قدم له كانت على جبل آدم فوق في سريلانكا. أنا طلعت الجبل وكنت في نفس العمر تقريبا اللي صعد فيه ابن بطوطة وعملت زيه، هو احتراما للجبل اللي أهالي سريلانكا بيقدسوه. خلع الحذاء بتاعه وطلع مشي. أنا عملت نفس الموضوع واقتديت بخطواته
ابن بطوطة هناك عملوا النهر الكبير الموجود هناك في سريلانكا قريب من جبل آدم، وقرب من هذا النهر سموا النهر نفسه بن طوطة ريفر. حتى أنا بسأل الناس هم مش عارفين الاسم ده أصله إيه، بس طبعا الاسم واضح وصريح انتماء إلى ابن بطوطة. استرح يا ابن بطوطة في قبرك، استرح تماما، لقد عرفت المغرب قيمتك وقدرتك، وعرف أهل طنجة قيمتك وقدروك. سموا المطار بتاع طنجة سموه مطار ابن بطوطة. أنا عارف إنك كنت نفسك يكون هذا التقييم في حياتك، تشعر به في حياتك، تشعر إن هناك نتيجة للمجهود الذي بذلته والعلم الذي جلبته لهذه الأماكن. لكن معلش، هم عرفوا قيمتك بعديها ب700 سنة. الحارة اللي هنا مسمينها زنجة ابن بطوطة، الميادين متسمية باسمك، أخيرا عرفوا قيمتك بعد 700 سنة. معلش برضه حظك كويس إن عرفوا قيمتك بعد 700 سنة. إحنا مش عارفين هل هيعرفوا قيمتنا بعد 700 سنة ولا هنضيعوا في النسيان. طمن يا ابن بطوطة واستريح في قبرك تماما تماما تماما. أنت أعظم من كل الملوك، أنت أعظم من كل من جاء إلى هذا المكان. حتى الملك اللي كان في عصرك ما أحد يعرف الآن اسمه إيه، ولا أحد يعرف عنه شيء. الأغنياء والأثرياء اللي كانوا في عصرك الآن لا يذكر منهم أحد، وإنت الراجل البسيط اللي ماشي وشايل جعبتك على ظهرك ومن بلاد الله لخلق الله ما زلنا بنذكرك ونذكرك بالخير. وإنت بعد 700 سنة كانت اندحرت خالص، فكرة الرحالة ضاعت من بلادنا خالص، ما عادش حد يعرفها. أول ما بدأت حتى رحلاتي الكبيرة بالمغامرات سنة 1994، يعني من 21 سنة، الناس كانوا بيضحكوا عليا ويقولوا لي يعني إيه رحالة؟ ما يعرفوش إن رحالة هو أسلوب حياة. الرحالة ليست وسيلة لكسب العيش، وليست مهنة، وليست إني أذهب لأبواب الرؤساء والوزراء وأخبط على بابهم. هذا ليس إطلاقا. أنت أعلى من الوزراء وأعلى من الرؤساء. أنت ستبقى وكلهم سيذهبون. أنا بدأت وبنواصل الرحلة وبنواصل وراك وبنمشي في نفس الطريق. ولا تخاف، احنا جددنا فكرة الرحالة تاني وايقظناها في البلاد عندنا كلها. كل البلاد دلوقتي بقت، في بلاد كتيرة بقت تعرفني وتعرف اسمي وسموني ابن بطوطة المصري. بالنسبة إليك طبعا بأفتخر وأتشرف بنسبي إليك، لكن لا تخاف، في جيل من الشباب كتير حاليا بدأ يعجب بالفكرة ويعمل زينا ويتبعنا، واحنا بنديهم النصايح وبنشجعهم. الطريق لسه طويل، احنا ماشيين وهنكمل المسيرة. اطمن يا ابن بطوطة ونام في قبرك واستريح إن شاء الله مع الأبرار والشهداء والصديقين، لأنك أنت أعطيت الأمل للناس، أعطيتهم يعني إيه يفكر، يعني إيه يبحث، يعني إيه يبحث عن المجهول، يعني إيه يروح المكان اللي محدش راحه قبل كده ويجيب الأخبار والأسرار. تحياتي لك في قبرك، وأقرأ لك الفاتحة من هنا. أحمد الشهاوي، الرحالة المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف رحمة عليك. بعد 700 سنة جاي لك من مصر وجاي لك من نمسا وجاي لك من ألمانيا عشان نقرأ لك الفاتحة ونقول لك الله يرحمه. اطمن في قبرك، انت حظك احسن من حظنا. احنا مش عارفين هل بعد 700 سنة حد هيفتكرنا ويقرأ علينا الفاتحة زيك. تحياتي واحترامي من ابن بطوطة المصري، أحمد الشهاوي.